السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد فيما يخص الدراما المصرية وجميع الدرامات العربية رمضان 2026. إن شاء الله هقدم لكم الحلقة 19 من مسلسل المداح أسطورة النهاية. بس أتمنى اللايك بعد إذنكم، لايك اللي هتحط اشتراك بعد إذن حضرتك، محتاج منك اللايك والاشتراك بعد إذن حضرتك، مش بياخد منك ثانية بعد إذن حضرتك. وقبل ما نروح للحلقة يا جماعة، الحلقة دي أنبه إن الحلقة دي هيحصل فيها تطورات جامدة جدا ويحصل فيها حاجات. ماشي. فعايزك تسمع الحلقة للنهاية بعد إذن حضرتك، بعد إذن حضرتك، وتحط اللايك بتاعك الجميل والاشتراك الجميل بعد إذن حضرتك. وتعالى يا جماعة نشوف الحلقة 19 من مسلسل المداح أسطورة النهاية. يلا بينا. والبداية بقى مع صابر وهو بيقرأ القرآن على الجنية اللي شبه هبة، وكان نور الشقة كله بيرعش، وبيكمل صابر قراءة ودعاء، وفجأة بيطفي النور خالص في أقل من ثانية وبيرجع. وقتها حسن بيقول لصابر: هي البت اللي كانت هنا راحت فين؟ لكن صابر بيقول له: هو انت لسه ما فهمتش يا حسن؟ هبة ماتت. قال له حسن: طلعت ميتة يعني؟ اللي انا كنت عايش معاها دي ميتة؟ والاكل اللي كنت باكله اكل ميتين؟ طب وانت حي ولا ميت؟ انا مش فاهم حاجة، الله يخرب بيوتكم. وقتها صابر بيكتم الضحكة وبيقول: الحمد لله. اما بقى هبة كانت قدام قزح وبتقول له: حسن خلاص شكله فهم كل حاجة. قال لها: حسن معانا. قالت له: صابر قدر يحطنا قدام بعض واجبرني اني اختفي، وحسن شاف كل ده. قال لها قزح: حسن ما يقدرش يشوف غير اللي انا عايزه يشوفه، ما تقلقيش. قالت له: يعني هقدر اكون في حياته تاني؟ قال لها: طبعا، بس مش بنفس الطريقة. صابر بدأ اللعب بدري قوي وانا جاهز. ونروح بقى عند صابر اللي كان قاعد مع عبد القدير، اللي بيقول له: رمي الناس بالباطل سهل بس عقابه كبير. وبيطلع أجندة وقلم وبيكتب كلمة لعنة، وقطع الورقة وجاب حجر ومسك الورقة في ايد والحجر في التانية، ووقف على الشط وقال لصابر: الايد دي فيها ورقة مكتوب فيها لعنة، والتانية حجر، لو سيبناهم للهوا تفتكر ايه اللي هتطير وايه اللي هتفضل؟ الورقة طارت والحجر ثابت مكانه. هما ما شافوش منك حاجة، سمعوا بس منه. انت بقى لو رحت وقدرت تثبت لهم كلامك بالفعل هيصدقوك ويكذبوا كلامه. اما بقى سامر واميرة راحوا عند رحاب، ولما رحاب لقت اميرة قلقانة قالت لها: ما تخافيش، انا مش دجالة ومش هقول اي كلمة تأذي اي حد. قال لها سامر: معلش اعذريها، انا اللي ضغطت عليها عشان تيجي. لما شافت بعينيها سألتها رحاب: شفتي ايه بقى؟ قالت لها: بحس ان ابني مش زي اصحابه اللي في سنه. قالت رحاب: قصدك انه مختلف؟ وقتها اميرة ما ردتش وبتقوم تمشي وبيقوم وراها سامر. اما بقى صابر دخل البلد، والناس اول ما شافوه قالوا: هو ده الشيخ الملعون، ايه اللي جابه تاني؟ ومشوا وراه لحد ما وصل عند بيت الحاج رشاد، ووقف قدامه والناس حواليه وقال له: رشاد، انت ايه اللي رجعك تاني؟ انت كده اللي جبته لروحك. لكن صابر بيقول: انا ملعون، بس هي رحمة ربنا، ما تسعش واحد زيي. قال له رشاد: عايز تقول ايه؟ رد صابر وقال: لو انا خاطي زي ما انتوا بتقولوا ووجودي وسطيكم اذى، طب طهروني من الخطايا. انا عايز اتطهر من اللي انا فيه، اهو بالمرة نستغل وجود الشيخ سميح، الراجل البركة، يملس بايده عليا، يرقيني بايده الطهرة. هو فين؟ وقتها رشاد بيقول لسلامة: فين الشيخ سميح؟ وكل اهل البلد بينادوا عليه علشان يحضر، وبالفعل بيوصل. وصابر بيقول له: انا مش مصدق اني واقف قدامك، عالجني والحقني من اللي انا فيه. سأله سميح: ايه اللي انت فيه؟ قال له صابر: معرفش، بيقولوا عليا اني ملعون ومطرود من رحمة ربنا، مع ان رحمة ربنا وسعت كل شيء، مش كده يا شيخ؟ لكنه قال له: لا. قال له صابر: طب عالجني وارحمني من خطاياي. قال له سميح:
احنا مالنا ومال خطاياك، اعمل كده بعيد عن أهل البلد. قال له صابر: ما هو أهل البلد هم اللي قالوا عليا ملعون، وبعدين ليه تحرمني إني أتعالج على إيدك الطاهرة؟ قال له سميح: وإيه اللي يضمن لهم إنها مش لعبة وعايز تضحك بيها على الناس الغلابة دول؟ وقتها بيوصل عزيز وبيقول: وحتى لو لعبة يا شيخ سميح وضحك بيها على الناس، مش هيقدر يضحك على ربنا. خليه يتوضى ويدخل وسطينا، لو خير هناخد ثوابه، ولو ذنب هو اللي هيشيله. قال لهم صابر: أنا متوضي وهتوضى قدامكم كمان، ولو أنا ملعون الشيخ يرقيني قدامكم، والنار تحرق الباطل والحق يبان. وبيقرب صابر وسميح من بعض وبيقول له: جيت برجليك للنار. رد صابر بسرعة وقال: مش سامع، علي صوتك علشان اللعنة تمشي والشيطان ينصرف. وبدأ سميح يقرأ تعاويذ على صابر، لكنه ما تهزش، وبيحط ايده على وشه وبيرجع خطوة وبيزعق وبيقول: ابعد، اللي واقف قدامكوا ده فتنة، لو قرب من بيت يفقره، حتى صلاته مش مقبولة. قال له صابر: لو فتنة زي ما بتقول اثبت كلامك ووريهم. وبيقول سميح: وشه سلام بس قلبه نار هتحرقكم. وقال عزيز: لو فيه اللعنة زي ما بتقول يا تنجده يا تحرقه. لكن سميح بيقول: الرقية للقلوب السليمة، إنما ده قلبه مش مع اللي خلقه. قال له صابر: مفيش قلب بيتقفل من كلام ربنا. طب اقرأ عليا آية الكرسي، ولا أقولك اقرأ سورة الجن، حافظها؟ وإن كان شر هيحرقني، ولو كان خير هيفضحك. وسلامة بيقول: صح، معاه حق، ارقيه يا شيخ. والناس كلها في نفس واحد بتقول: ارقيه يا شيخ. وقتها سميح بيرفع ايديه وبيقرب منه صابر وبيكشف عن اللوح وبيقول له: عالجني. وفجأة بيقع واحد في الأرض يصرخ، والتاني والتالت وراه، والباقي كله بيهرب. وبكده سميح قدر يهرب، بس بحيلة غبية خلته مكشوف قدام الأغلبية. أما بقى عمر كان قاعد مع الأستاذ بتاعه وبياخد درس وبيقول له: ربنا شايف كل حاجة، ما تخافش. قال الأستاذ: هو أنت عرفت منين إن خايف من حاجة؟ وبتيجي أمه وبتسأل إيه اللي حصل. قال لها: أنا عندي مشكلة كبيرة وخايف منها، أهل مراتي متهميني بالسرقة، وعمر بيقول لي ربنا شايف كل حاجة، ما تخافش. وقتها عمر بيقول له: صاحبك هيساعدك وهيساعدني. أما بقى صابر كان في المسجد وبيصلي وبيجي من وراه نوح وبيقول له: أخيرا يا شيخ صابر، أنا مستنيك من سنين علشان أدي رسالتي. قال له صابر: هو أنت نوح؟ أخيرا وصلت لك. قال له نوح: المهم الوصول للي أنت جاي عشانه. قال له صابر: سميح بان ضعفه قدام الناس، لكن نوح بيقول له: بس لسه خايفين منه، الحكاية لسه ما خلصتش. وخرج نوح وفضل صابر واقف وبيقول: امال هتخلص امتى؟ اما بقى الدكتور كان بيكشف على ابن زكية وبيقول لها: ابنك لازم يتنقل المستشفى العام. سألته: هو عنده ايه؟ لكنه خرج ومردش عليها. وخرجت وراه زكية وبتقابل رشاد وسلامة داخلين عندها، وبتقول: الدكتور قال لي انه لازم يروح المستشفى العام ومفيش هنا عربية اسعاف. لكنه قال لها: نوديه بعربيتي. وفجأة بيدخل واحد ملثم البيت وبيعدي من جنبهم وبيجروا وراه وبيقولوا له: انت مين يا جدع؟ لكنه مردش عليهم ودخل على الولد جوه على طول، وفضل يرقيه ويقرأ عليه قرآن ويدعي له، وكلهم كانوا واقفين ساكتين ومتابعين. ولما خلص صابر بيقوم الولد وأمه بتسأله: انت كويس؟ قال لها: ايوه انا كويس ياما. لكن رشاد بيقول: ما هو الشيخ سميح رآه ورجع تاني. قال الولد: لا، اللي حصل على ايد الشيخ التاني ده ما كانش علاج، انا كنت مسحور. وقال رشاد لصابر: شيل البتاعة اللي على وشك دي. وبيكشف صابر وشه، وزكية بتقول: الشيخ صابر، انت اللي داويت ولدي. وبيقول رشاد: هو مين فيكم الشيخ
ومين الملعون؟ أنا ما بقتش فاهم حاجة. قالت له العكس، دلوقتي لازم نفهم يا حاج. لكن رشاد بيقول طب والكنز اللي هيطلع؟ قال له صابر مفيش كنز من أصله، لو كان في كنز كان خرج من بدري، اللي انتوا مستنيينه ده وهم. وبصت لزكية وقال لها ربنا يحفظه، السلام عليكم. وقتها بيقول رشاد يعني الشيخ التاني ده ضحك عليا؟ أما بقى موت كان عند قزح اللي ماسك الزمردة وبيقول له الزمردة دي لما تكون معاك هتبقى أقوى خدامي، خدها. قال له موت مش خايف العهد اللي بيني وبين صابر يخليني أخدها أو أديها له؟ لكن قزح بيقول له مهما كانت رغبتك في الحفاظ على عهدك مع صابر لا يمكن تكون أكتر من رغبتك في إنك تملك الزمردة وترجع قوة موت العظيم. قال له موت بس انت عارف ان صابر مش هيكل ولا يمل إلا لما يوصل لها. رد قزح وقال له خليه يحاول واحنا هنسبقه، وانت معايا قوتك هتزيد. انت لسه بتفكر، انت لازم يكون ردك محسوم، وانت بتختار بين حاجتين عكس بعض، القوة ولا الطاعة. قال له اكيد القوة، لكن لوحدها ما تكفيش. قال له سميح قلت ايه؟ قال له موت موافق وبيمد ايديه علشان ياخدها، لكن قزح بيقول له ليها شرط، صابر يموت. وقتها اتصدم موت ووقف يفكر وكان متحير. اما بقى شنواني بيجهز البرنامج وحسن بيقول أنا معتزل النهاردة، أنا مش في المود. لكنه قال له القرار مش قراري، أنا ماليش دعوة. وخرج حسن وقابل منال بره وقال لها ما تيجي نرجع، أنا من غيرك عايش في ضنك. قالت له طب وهبة؟ قال لها مفيش هبة ولا في عفاف، دي هبة بتقول إن عفاف سافرت بره. سافرت إزاي؟ هي بتعرف تخش أوضتها تنام. قالت له منال أمال هتكون راحت فين؟ تلاقيها طفشت من عمايلك. قال لها حسن عفاف ميتة وهبة ميتة وأبوك مات، كل دول أموات. قالت له انت بتخرف بتقول ايه؟ قال لها داني شاكك ان انا وانت كمان اموات، اثبتيلي كده انك عايشة. قالت له انا هروح اجهز احسن، ومشيت. وهو بيقول طب وبالنسبة لموضوع الجواز اكلم مين؟ ابوك الله يرحمه فين؟ وبيجي سامر وبيقول له حلوة الفكرة. قال له حسن اني اكلم ابوها الله يرحمه، لكن سامر بيقول له فكرة الجواز مبروك مقدما يا ابو علي. ومشي وقال ابو علي لنفسه والراجل ده كمان من الاموات. اما بقى عبد الرازق بيفتكر كلام صابر وفاطمة لما كانوا في المستشفى، وبيمسك الكوتشينة يسحب ورقة عشوائية وبيلاقي مكتوب فيها دس. وقتها بيظهر عمار اللي كان قتله قبل كده وبيقول له خايف من الموت ليه يا عبد الرازق؟ لكن عبد الرازق بيقول أنا ما قتلتكش، أنا ما عملتش حاجة. قال له عمار ذنبي في رقبتك، وضربه بالسكينة في وشه. وفجأة بيصحى عبد الرازق من نومه وهو قاعد وبيقول ياه يا عبد الرازق، وبيسحب ورقة عشوائية تاني بس بجد، وبيلاقي برضه نفس الكلمة رماها عبد الرازق وخرج. ونروح بعد كده عند الحاج عزيز اللي كان عايز يقوم من السرير وبينادي على حد يقومه، لكنه بيتفاجئ بسميح وبيقول له انت دخلت هنا ازاي؟ قال له انا بخش اي حتة، مفيش اي باب يقدر يمنعني. قال له عزيز طب انت جاي ليه؟ قال له سميح سمعتك وانت بتنده، انت محتاج مساعدة. قال له عزيز وهتساعدني ليه؟ رد سميح وقال مش عايز ترجع تقف على حيلك وتبقى كبير البلد تاني؟ مش عايز تدخل الحمام لوحدك من غير ما حد يساعدك؟ وقتها عزيز بيقول له منك لله، انا رقدتي ما حصلتش غير بدخولك البلد. قال له سميح تختار ايه يا حاج عزيز؟ وشاور له بايديه كده اللي فيها الخاتم. وفجأة عزيز بيرجع طبيعي وبيقول لا حول ولا قوة الا بالله. ضحك سميح وقال له الصحة حلوة مش كده؟ وعزيز بيقول الحمد لله. قال له سميح انا في ايدي اني اخليك كده،
وشاور بإيديه تاني علشان يتشل من تاني، وقال له تختار ايه؟ رد عزيز وقال عايز مني ايه؟ قال له سميح تقول الحقيقة واللي حصل بالظبط. لكن عزيز بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، شيطان وعايزني أقول الحقيقة. لكنه قال له أحيانا الحقيقة بتفيدني، موافق ولا لأ؟ وقبل ما يرد عزيز بتخلص حلقتنا، والحلقة الجاية بكرة في نفس الميعاد أو قبله بشوية هنعرف إيه اللي هيحصل مع صابر في القرية. لايك بقى للفيديو، والسلام ختام.